طيب هذا في زيد بن علي نفسه. طيب الزيدية ما حكمهم؟ عند الإمامية كفار. والله أن الزيدية عندنا في اليمن كلهم يقولون بإمامة زيد بن علي. إذن الزيدية عندنا في اليمن بنظر من؟ الإمامية 12. أيوة، بحكم الإمامية، أي أن الإمامية يحكمون على الزيدية بأنهم ظالمون ملعونون. لأن الذي يعتقد في الإمام، يعني في الذي ليس بإمام، أنه إمام، حكمه أنه ظالم كافر ملعون. يعني الآن إذا كانت الإمامة بمنزلة النبوة، فالذي يدعي النبوة ما حكمه؟ المفروض أنه كافر. كافر مثل مسيلمة الكذاب. إذا كان يدعي الإمامة لأن الإمامة منصب إلهي، نعم. فإذا جاء ينتحل هذا المنصب ويدعيه وهو ليس من أهله، فحكمه أنه كافر ملعون. نعم. طيب ومن آمن بهذا إيش سيكون حكمه؟ أشد كفرا، مثل الذي آمنوا بمسيلمة الكذاب. نعم. مثل الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب. نعم. إذا الشيعة الاثنا عشرية الجعفرية الإمامية يؤمنون أن الزيدية كفار. نعم. يؤمنون أن الزيدية كفار، لكن للمصالح الآن والأمور السياسية وإلا فقد صرح في بحار الأنوار المجلسي أنهم كفار. وكثير من كتبهم صرحت بأن الزيدية نواصب كفار. طيب إذن هذه حكمهم زيد بن علي. ولهذا الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الذي هو المذاهب الإسلامية قال: والزيدية بأجمعهم يؤمنون أن زيد إمام. قال: وإن قالت الإمامية أن زيد، في كتاب زيد بن علي ترجمة زيد بن علي، يقول أن الزيدية يؤمنون بإمامته. أما الاثنا عشرية فقد حاولوا أن يقولوا لا، هو ما جاء الإمام. هذا ذكره جعفر السبحاني. جعفر السبحاني في أصول الحديث قال لا، يحاول جعفر السبحاني حتى له كتاب ترجمة الإمام زيد، قال لا، زيد بن علي هو ما جاء يدعي الإمامة، إنما جاء يدعو إلى غيره من آل البيت. يعني كأنه يعني مندوب يدعو للإمام من آل البيت. حطوا مكانهم نفسهم مكانه وافترضوا. إيه زي ما افترضوا رزية الخميس وافترضوا. اسأل عنه الزيدية. يقولون زيد بن علي ما جاء يدعو إلا إلى نفسه، ما جاء يدعو إلى أحد آخر. شيخ خالد، مش هو الإمام زيد بن علي رضي الله عنه وارضاه الذي سماهم الروافض لأنهم رفضوا أن يتردوا عن الشيخين عمر وبكر؟ سماهم الروافض. وإن شاء الله سبحانه وتعالى كثرت المواعيد للإخوة المشاهدين في حلقة نظرة يعني موقف الزيدية من الإمامية. الزيدية يكفرون الإمامية، وعلى رأس هؤلاء الزيدية الذين يكفرون الإمامية الهادي يحيى بن الحسين. ويحيى بن القاسم بن إبراهيم الرسي له كتاب الرد على الرافضة موجود، الرد على الرافضة. وكذلك يحيى بن حمزة يتكلم فيهم كلام شديد في الرسالة الوازعة. وكذلك عبد الله بن حمزة له كتاب في الرد عليهم. وكذلك الزيدية منذ قديم الزمان وهم يردون على الرافضة. ولهذا يعني ماذا سماهم الهادي يحيى بن الحسين في كتاب الأحكام؟ قال حزب الشيطان، سماهم حزب الشيطان. ونحن سنري هذه الوثائق الموجودة أنه سماهم حزب الشيطان. وسننقل أيضا من كتب الرافضة ما يكفر الزيدية ويتهم الزيدية بأنهم كفار وأنهم نواصب. وما تعرف ما سموا الزيدية؟ سموهم الكلاب الممطورة. الكلب إذا أصابه المطر يكون ذليل مبلول. سموهم الكلاب الممطورة. الإمامية اتهموا الزيدية بأنهم كلاب ممطورة. سبحان الله. وأما الزيدية فيقولون عن الإمامية أنهم جبناء، لأن زيد بن علي كان شجاعا وخرج بالسيف، وأما هؤلاء فيستعملون التقية. المهم لا نستطرد في الموضوع لأنه يكون إن شاء الله له حلقة خاصة. المهم أن الإمام زيد بن علي ادعى الإمامة، فإن كان هؤلاء يعني يحكمون بالعدل نريد منهم أن نسمع ما موقفهم ممن يدعي الإمامة. سؤال، ليس أنه ينكر الإمامة، فرق بين الرجلين. رجل يقول أنا لا أؤمن بهذا الإمام، وبين رجل يقول أنا لا أؤمن بل أنا الإمام. بدل يعني ينتحل الأمر هو بنفسه. نعم. فزيد علي ليس المعنى أنه لم يؤمن بإمامة الإمام، بل أنه وضع نفسه مكان الإمام، ودع الناس